السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل البامية بأحلى طريقة ممكن تاكليها وبأحلى طعم. سمي الله كده. أول حاجة هجيب عندي كده الزيت أو السمنة، يفضل طبعا السمنة تطلع أحلى، وأجيب بصلاية كبيرة وثلاث فصوص من التوم مفرومين وهحطهم معايا على النار. عايزاهم يتشوحوا بس مش يصفروا، بس اللون كده يا دوبك بدأ هيصفر. بدأت أنزل عندي عليه بعصير الطماطم. تمام. أنا عايز الصلصة بتاعتي تتسبك حلوة قوي. هسيبها على النار تتسبك، وهمسك البامية أنا غسلاها ومنشفاها، هبتدي إن أنا أقمعها بالشكل ده. هاتيها حجم صغير تطلع معاكي حلوة. بعد كده الصلصة اتسبكت زي ما انت شايفة، نزلت عندي عليها بالبامية. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اتبل معايا البامية واديها ايه؟ الملح بتاعها. انا حاطط لها كده الشوربة، وبعد كده هبتدي انزل عندي عليها بالفلفل الاسود والملح، وهنزل كمان بالكمون. انا هنا استخدمت ميه مش شوربه لاني كنت عامله شوربه فراخ، وانا مش بحبها بشوربه الفراخ. لو انت بتحبيها تقدري تحطي شوربه فراخ او لحمه. بعد كده جبت الطاسه وحمرت فيها شويه من التوم ونزلت بيها وقلبتها كده معايا تقليبه، يفضل تحطيها كمان